اليوم كالعادة الإنسان مارق من دارو كل الصباح مرات الناس يقولوا لي الحال اللي سولتو قالت لي خويا البلدية دابا هذا إنسان غير مستخدم ما يمكنليش كاع مثلا نتحكم معاه. جا واحد السيد وناسيه قال لك راه قالوا لنا خاصك تكتبوا ابتداء من الحيط العرض الصفات هذا دابا شنو معناه؟ أولا ما تمشش لي داري إلا ما علمتش. ثانيا هاد الصباغة هادي اللي بغيتوها نتوما هاد العيد الكبير راه تفضل للعيد الصغير كان طم والعكس. ثالثا كيشوفوا الخسارات اللي خدامين فيها غتجيب لي انت الطلب نفترضوا كاع مثلا نحسب الدار هذا غتجيب لي الطلب 4 درهم اجي لعندي ونكمل لك انا هذيك درهم. المسألة الثالثة جاو الى حدود النفايات. بالنسبة لي انا مثلا راني حبست لهم الصباغة لهم لان ما تشرفش معاه. المسألة الثانية جاو الى بلد البركاسات ديال كباحة ساقط قال لك غادي نسموا الزربوه احنا من وراء الديور هذا ديال العمل يعني الزروات. دابا انا مثلا نشوفوا بالنسبه لنا غادي نعيشوا احنا مثلا غير غدا هذا غير غدا مثلا بالنسبه للعيد. الناس هذو اللي هنا فين غادي يطرحوا النفايات ديالهم؟ واش حنا دابا غادي نقابلوا العيد ولا نوقفوا مثلا لا انت ما تطرح نفسك لا ما تعسل ما تعسل. هاد الامور هذه عندنا بها في الثمانينات داكشي ديال الحفلات والرسميات داك البروتوكول. انسان نهار دابا انت تصوروا معايا دابا هاد الصباغه جايين باغيين يصبغوا على اساس اش يعني شنو هو الموجب؟ انت ديما خاصك تعرف الموجب شنو هو باغي تصبغ علاش عندك مناسبه تخطى المناسبه وتزيد صافي الله يعاون. علاش؟ لان هنا جا في الواجهه ديال المصلى الواجهه ديال المصلى راه كيما ذكرت بويض راه تخطى للعيد الصغير راه كلشي كيشوف فيه. هاد المساله ديال النفايات راه غدا راه غادي تخلق مشكل كبير الا ما تفكر. وتعالى معايا النعاس هذوك هما الاخوان اللي كيديروا الحاويات هما الدراري اللي كيديروا. هاد السيد هو اللي رديت بدا ليا في الاول ورديت. ها النساء هما الحاويات ديالهم راه حيدوه حتى يدوزوا البروتوكول ويدوزوا يتخطاو الرسميات يطيحهم ولا يشوف كاع واش غيشوف غدا الانسان ما غدا. ها راه الصوره منين اللي مكملين يعني كيحاولوا ما امكن يصاوبوا لوحه تشكيليه. الزمن راه تخطى الزمن وقف النقله حتى يتخطى اللي بغا يتخطاو ديك الساعه تريب ولا ما تريب. هذا دابا مزيان كنحييهم على هاد المساله هذه ولكن في اطار اش انك غير تحاول تنظف المكان ولا تشوف له شي صيغه ثانيه. امال مثلا الحل باش الحل نجبروه بهذه الطريقه هذه ما يمكن. غادي تجي وتقلع النفايات لواحد الانسان ابيتي على مساله يعني انا كنوعد الصباح ولا بالليل مثلا ما لقيت كنجيب الميكات ديالي كنطرحها وكنقول لك جابوه الى الفتره ديال العيد درك خير دابا دخلت عليك بالله واش اللي نقابلوا ليه ولا حنا غنديروا نوقفوا له. لا انت ما تطرح ميكتك لا هذاك ما يطرح ميكتك لا الله يرحم الوالدين راه هي وكتبها هو يكتبوها في الحال يكتبوا المرجوع عدم طرح النفايات هنا لاننا غيرنا المكان الى المكان الفلاني. هذاك المكان بعيد على الساكن هنا ولا؟ وراه هو اللي من عند الواد قال لك راه عيب وممتلك ديالي ما تنسوا